صباح الفل. تعرفوا ان الطريقة اللي اتعلمنا بيها زمان وايام الدراسة وايام المذاكرة والجامعة والكورسز اللي خدناها، تعرفوا ان الطريقة دي مؤثرة جدا جدا على طريقة التعامل في التاسكات مع الشغل. بلاقي من ضمن مشاكل ناس كتيرة بتكلمني في الفترة اللي فاتت ان هي بتنضم لشغل جديد بس مش عارفة ترتب دماغها. كانت الطريقة اللي اتعلمنا بيها زمان معلمتناش ازاي نرتب دماغنا، علمتنا انت خد المسألة اتدرب على الحل هتاخد نتيجة. لدرجة ان دماغنا بقت عبارة عن قوالب جاهزة، ودي بقت مشكلة ناس كتيرة جدا، وما زالت بقى سواء في الناس اللي هم الميلينيالز او الجين زي ذا سيم. لسه الطريقة دي موجودة، ولسه طريقة التعامل مع الهوم ورك دي موجودة، وطريقة التعامل مع الكويزز نفسها هي. طيب احنا ازاي نعود دماغنا على طريقة معينة وانس يعني ان احنا نجوين اورجانيزيشن جديدة او شركة جديدة او نروح فولنتيرنج جديدة؟ نعود دماغنا ازاي ان هي تبقى مترتبة؟ اسهل حاجة مشتركة ما بين البني ادمين كلهم، تمام، لاحظتها بقى مع كبار وصغيرين ناس كتير، ان احنا نعمل ورك فلو، يعني نعمل خطوات لكل حاجة احنا ممكن نعملها او نتعلمها. الطريقه دي بتبقى سهله جدا جدا ان هي تجيب لك قدامك الانبوتس، وكمان تقول لك ايه هي الاوتبوتس المطلوبه منك، بس بطريقه محطوط فيها كل خطوه انا هعمل فيها ايه بالظبط. فلما نجوين شغل جديد مهم جدا واحنا حد بيجي يعمل لنا تريننج ان احنا بنرسم وراه او بنكتب وراه وات ايفر بقى ايه الطريقه اللي عقلك بيتقبلها اكتر، معلومات في ارقام ولا معلومات في تشارت ولا معلومات ترتيبها عامله ازاي. نكتب خطوات للسير العمل هتمشي ازاي. دي مشكله مشتركه ما بين ناس كتير جدا كبار وصغيرين، ما بيبقوش عارفين يهندلوا بدايات شغلهم تمشي بطريقه اسهل واسلوب اسلس، ازاي ان هم يحققوا نتائج في وقت قصير. فان انت تحقق نتائج في وقت قصير ده معناه ان انت محتاج تفهم البروسيس او تفهم الخطوات تمشي ازاي باسهل طريقه ممكنه. فاسهل طريقه ممكنه ان انت تعمل الخطوات دي زي ما قلنا بالظبط. صباح الفل، باي.